عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل رز الافراح ب3 مقادير، وهندردش شويه كده مع بعض على البنات اللي هي مقبله على الخطوبه وعلى الجواز، ونتكلم مع بعض كده شويه في حبه حاجات. تمام يا جماعه، انا مش عامله فيلر ولا اي حاجه خالص. انا امبارح عملت التحدي بتاع اللي هو الشطه. بصوا صحيت النهارده لقيت بصوا ورمه خالص للاسف، يعني مش ورمه بقى، طلع لي حاجات كده اللي هي تبقى كده. ما علينا، يعني اللهم عافينا جميعا يا رب، ربنا يشفيني ويعافيني ويدعوا لي وادعوا لذريتي لاولادي وادعوا لجوزي وادعوا لي ربنا يرضينا ويرضي علينا، وان شاء الله الملائكه ترضى عليكم وتقول لكم بالمثل. وما تنسوش اشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايكات كتير عشان ايه بتساعدنا، وكومنتات بقى عشان ايه يعني يتكلموا معايا وكده. تمام. اللي حطيتها وحطيت حته من اللي يعني حته كده من اللي هي ايه صغيره كده، اما ده كله احنا هنشيله. يعني خلاص احنا سيحنا اللي احنا عايزينه، هنشيل بقى دوت. ثانيه واحده. خلاص احنا كده حطينا وشلنا الدهنه اللي احنا كنا حاطينها، خدنا منها بس الطعم اللي هي كانت بقى هي حتى هناخد بس الطعم منها وشكرا على كده. هنحط دلوقتي الرز بتاعنا، ولان الرز هو اكتر حاجه هتجيب. قد قامت الصلاه. ادي حطينا الرز بتاعنا، ياخد بس كده في الجنب كده مع نفسه شويه. وادي الشعريه، وادي لسان عصفور. شوف بقى، انا مش هسيب التلاتة دول الا ما يتحمروا حلوين. الرز انا مش عايزه تحميرته عالي قوي، وهقول لكم هنحط لهم ايه دلوقتي عشان يبقوا طعمهم زي رز الافراح بالظبط. يبقى احنا دلوقتي كده حاطين الرز وحاطين الشعريه وحاطين لسان عصفور، التلاته مع بعض، مش رز وشعريه بس، لا رز وشعريه ولسان عصفور. هشوحهم واجيلكم تاني. شوحناه، حطينا الرز على لسان عصفور على الشعريه. شوح، هنكون احنا بندردش مع بعض شويه. تمام. زي ما قلت لكم محدش يفتكر انه فيلر ده والتهاب. احنا دلوقتي يا جماعه عملنا الرز اللي هو طريقه الافراح. الرز هيبقى رز شعريه ورز مصري ولا بسماتي ولا اي حاجه من الحاجات ديت. والرز يا جماعه هنا مع لسان عصفور برضو، يعني التلاته دول مع بعض، لسان عصفور وشعريه ورز ايه مصري. ما حبيتش الرز البسمتي لان الرز البسمتي متعودين على طعمه، وغير ان هو لازم يتنقع وفي ماده الزرنيخ وكده، في يعني كلام عليه شويه. طبعا هما يعني اللي عايز طبعا يعمل براحته يعني وكل حاجه، بس انا ما يعني ماليش تقول عليه قوي. اما الرز المصري بيبقى بتاع الافراح ده بيبقى طعمه جميل قوي بصراحه يعني، واتعمل في فرحي فكان طعمه جميل، فانا اخدت الوصفه من الشيف وعملتها. المهم نتكلم شويه مع البنات اللي هي ان شاء الله مقبله كده على حياه جديده وجواز وخطوبه وحاجات حلوه كده، وافراح، وبما ان بقى في رز افراح وكده، فنتكلم بس مع بعض شويه كده وندردش شويه. احب اقول للبنات ديت ما تيجي تتخطبي في وسط الاحداث اللي بتحصل دلوقتي، ودلوقتي ما بقاش زي زمان ان بيتعرف الشخص ده مين بالظبط وبيتجاب اساسه. كانت الدنيا ضيقه ومنغلقه، دلوقتي الدنيا منفتحه جدا، فلازم انتي تركزي لان الدنيا مبقتش زي الاول، ان انتي تنقي حاجه كويسه جدا جدا جدا. طبعا هو كل شيء ده بايد ربنا، وكله نصيب بتاع ربنا، واللي مكتوب لك هتشوفيه سواء ده او سواء ده، وان شاء الله ربنا يجعلك الخير دايما. بس اهم حاجه لما تيجي تنقي، او ما تيجي مثلا آم، او مثلا ما تيجي لازم تختاري شريك حياتك دوت بناء على، انا شايفه ان ملخص الزوج دوت هو حاجتين، يعني لا يمين ولا شمال. ممكن كانت حاجات كده مثلا ايه حاجات الماديات وكده،
بس الاهم ان انت لما تيجي تدوري ما تدوريش على ان هو مهندس، دكتور، ضابط، مقاول، سمكري، سباك، ايا كان، كلهم كل الرجاله بتعرف تجيب فلوس. الفكرة بقى ان انت لازم يعني ما تدوريش على ده الا بعد حاجات تانية. يعني مش هو ده الجوهر. الجوهر على فكرة ممكن يكون واحد دكتور ومش كويس، ممكن يكون واحد ضابط ومش كويس، ممكن يكون واحد دكتور وكويس جدا. يعني هي مش مقياس، بس يعني ده هيجي بس بعد خطوات اولانية. الخطوات الاولانيه دي اللي بقولك عليها ان انت لازم لما تيجي تدوري على حاجتين، هما ان هو يكون انسان عارف ربنا. عارف ربنا دي بقى بتندرج حاجات كتير جدا تحتها، واهم حاجه تحت عارف ربنا ان هو يكون بيصلي. دي اهم حاجه يعني في الزوج بالذات. تاني حاجة ان هو يكون ما بيشربش سجاير، ولا بقى تحت منطلق الفيب وعما يعني عما يبقى يبطل السجاير والكلام من ده. ما بصي ما تفكريش حتى. يعني واحد جاي يتقدم مع السلامة، لا انا مش موافقة، عشان يعني ايه اللي هو الحاجتين دول. وانا بضمن لك ان انت لو تبعتي ان انت تمشي ورا حته اللي هو انا عايزه واحد ما بيشربش سجاير وبيصلي، حافظ القران بقى، محافظ القران اكيد بيصلي واحد حافظ القران كله اكيد بيصلي. واحد بيتقي ربنا يعني اكيد عارف ربنا، واكيد ربنا يعني هيخاف عليكي فيه. ليه انا بقولك الحاجتين دولت؟ لان دول هم اساس البيت. يعني الصلاة ديت، حافظ القرآن مش شرط يكون حافظ القرآن كله، بس هو يعني بيصلي أو كده أو عارف ربنا. ليه بالذات؟ لأن الحاجتين دولت بتخلي إن في البيت أصلا في بركة. يعني أصلا الإنسان أو الراجل اللي بيقعد يقرأ القرآن في بيته ده بيتحط كده زي ياما كده على البيت، الملايكة بس اللي بتنزله بتدور على البيوت المنورة اللي هو الإنسان أو الزوج اللي بيقرأ القرآن، أو أهل البيت دول اللي بيقرأوا القرآن فيه، وخاصة لما يكون زوج كمان. ف... فدي حاجة كويسة جدا ليكي. يعني هو ده أصلا أساس البركة. هو ربنا هيبارك ازاي أو توفيق ربنا هيجي ازاي؟ توفيق ربنا أول حاجة هي الصلاة. فالإنسان لما بيصلح حاله بتنصلح بقية الحاجات كلها. تمام. فديت اهم يعني هقولك درس النهارده او ملخص درس النهارده، ان انت لما تيجي تتخطبي دوري على اللي هو بيصلي وعارف ربنا وحافظ القران لو في مقدرتك او في مقدرته، وفي نفس الوقت ايه وانت كمان برضو كنت لازم بتصلي طبعا عشان ربنا يرزقك ويكرمك بحد يعني كويس وكده، ويوفقك طبعا وفي نفس الوقت ايه ما يكونش بيشرب سجاير. دي اهم حاجتين. الاتنين دول كويسين، الاتنين دول سمة كويسة جدا في الشخص اللي جاي اللي هو بيصلي وعارف ربنا ويعني على دراية يعني بتقوى ربنا، وان هو هيتقي ربنا فيكي والحاجات الجميلة دي كلها. تعالي بقى ندور على الباقي. دكتور بقى، مهندس، اللي هو يعني نصيبك اللي جاي لك بقى. تمام. فده كان اهم حاجة عندي اوصلها لك، لان هو ده ملخص الحياة الزوجية. يعني ان هو يكون انسان كويس هو ده ملخص الحياة الزوجية. ادي معانا الرز اتشوح، تعالى نشوفه. بسم الله. ثواني اقلب الشاشة اهوت. اتشوح معانا اهوت، بسم الله ما شاء الله. وريحته ما شاء الله جميلة. انا ما بشوحش توابل، انا بشوح الرز والحاجه دي، ما بشوحش ايه توابل. هنحط دلوقتي البهارات بتاعتنا. بهارات الرز المصري، الملخص بتاع البهارات هو بهارات الكبسه. عايزه احط كاري حطي. التشويحه بتاعه الرز خلاص، حطينا البهارات بتاعته اللي هي ملخص البهارات. لما بتروح عند الراجل بتاع اللي هو العطار بتقول عايزه بهارات اللي هي الكبسه او الرز بتاعه الرز الخلطه او كده، بملخص بقى البهارات اسمها بهارات كبسه، ولا كبسه فراخ ولا كبسه لحم، هي بهارات كبسه وخلاص. هنحط دلوقتي الشوربه بتاعتنا. بسم الله. عندك اي شوربه بقى تحطيها، شوربه فراخ، شوربه لحمه، بس الافضل الرز يعني عشان رز مصري وكده يتعمل معاه شوربه لحمه. طبعا بتبقى جميله جدا، بتبقى غنيه اصلا عن كطعم وكماده دهنيه وكده، بتبقى احلى طبعا في شوربه اللحمه يعني وكده.
كده وصلنا قد ايه. بس عايز حبة صغنطوطين كده. شايفين اللون؟ بس حلوين قوي كده. عنده بس طبعا ما بحطش ملح دجاج ولا بحط اي حاجه، مش مستدعيه خالص. حبيتي تحطي انتي حطي براحتك يعني كده. بسم الله. دوق بس كده نشوف. بسم الله الرحمن. وربنا رائعه ما شاء الله، رائعه رائعه رائعه. نغطيه بقى. لا يفضل صحيح، يفضل ان في الرز ان انتي تستني عليه، ما تغطيش الا لما يغلي. يعني اول ما يغلي قومي حاطه ايه الغطا بتاعه. قلبت بالمعلقه. بصوا اللون يا جماعه، لون خرافي ما شاء الله. اللون رائع رائع رائع. بسم الله ما شاء الله. يعني اول ما يغلي معانا هنقوم مغطيين ونقوم مهديين. هنغطيه يعني ونقوم مهديين. وبعد كده يا جماعه ادينا غطيناه. بصوا يا بنات ما شاء الله الرز بعد ما استوى. بصوا الرز ما شاء الله ما شاء الله نزل ازاي. بصوا معلقه نضيفه. بصوا بصوا معلقه ما شاء الله عليها ما شاء الله. مع طبخه جديده وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتحطوا تعملوا تفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات عشان برضه نتفاعل مع بعض اكتر ونتكلم مع بعض اكتر. ومع السلامه. بسم الله ما شاء الله. بعد اتعمل من الشوربه ما شاء الله. الرز ما شاء الله فلفل جميل خالص ما شاء الله.